السلطات من الحاجات المهمة جدا في فترة الدايت. ممكن تستغني عن أكل كتير قوي ممكن تاكليه بطبق من السلطة. النهاردة هنعمل مع بعض طبق سلطة الفاصوليا، ودي من السلطات المشبعة جدا إنها بتحتوي على بروتين والخضروات المفيدة جدا. أول حاجة عندي ده عبارة عن بصل أخضر ومعاه بصل أبيض، او ممكن ناخد البصل الاخضر جزء منه الاخضر وجزء من الابيض. وعندي البوله بحط فيها معلقه من الكمون، معلقه من البابريكا. وانا عارفه ان الكمون بيساعد على تخسيس وخاصه منطقه البطن والارداف. وبنحط كمان شويه من الفلفل الاسود حوالي ربع معلقه. وبحط فصين من الثوم مهروسين بالمنظر ده. وبعد كده بضيف عندي زيت الزيتون والخل. ضفت هنا الخل وضفت كمان زيت الزيتون. وزيت الزيتون مفيد جدا لان فيه اوميجا 3، ومفيد كمان للبشره ومفيد للجلد وبيحمينا من الامراض السرطانيه. وبنضيف معلقه من العسل اللي هو بيحتوي على الفيتامينات والمعادن والاملاح. وبنضيف شويه من الكزبره الناشفه وعصير نص ليمونه. كل الخليط الجميل ده مع الملح طبعا. بنضيف شوية ملح صغيرين. بنقلب كل الخليط ده كله مع بعض، وبعد كده بنضيف عليه البصل الأخضر مع البصل الأبيض اللي بيديله مذاق حلو جدا. وبعد كده بنضيف باقي الخضار. الخضار اللي عندي اللي هو عبارة عن طماطم أنا مقطعاها، ومعاها كمان الخيار والفلفل الأحمر والفلفل الحار. كل ده فيتامينات ومعادن. احنا عارفين ان الطماطم غنية بفيتامين سي، والخيار مفيد جدا للبشرة. وكمان بيساعد على ان احنا ما نحسش بالعطش لو عملنا السلطة دي في رمضان. بنقلب كل المكونات دي كلها مع بعض مع الجزر الجميل اللي هو بيحتوي على البيتا كاروتين وعلى فيتامين ايه المهم جدا برضو للنظر وللشعر والبشرة. بقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وببدأ احطها في طبق التقديم. وطبعا لو حبيت ان انا احتفظ بيها في التلاجة في اي علبة، يبقى المفروض ان انا ما بحطش عليها البصل، لان البصل من الحاجات اللي بيغير طعمها بسرعة. ممكن نضيفه بعد ما نطلعها من التلاجة. وبرضو الدريسنج اللي هو اللي انا بحطه عليها ممكن ما اضيفوش عليها، واضيفه ساعة التقديم على طول. وده بيخليها ان هي سلطة شهية جدا مشبعة، لان احنا عارفين ان الفاصوليا غنية بالبروتين وفيها الياف وبتحسسنا بالشبع لفترات طويلة. وكمان ان هي بتغنينا عن ان احنا ناكل كمية كبيرة من اللحوم او بديل للحوم في الحالة دي. ممكن نضيف لها كمان شوية من البقدونس، والبقدونس برضو غني بفيتامين ايه وفي نفس الوقت في حديد، ومهم جدا للناس اللي عندهم املاح، لانه بيساعد على نزول الاملاح. هنعمل السلطة التانية وهي سلطة الزبادي بالخيار. باختصار سلطة الزبادي عبارة عن واحدة من الزبادي مع فصين من الثوم مهروسين، وبضيف عليهم عصير الليمون وعليهم بشر من الخيار حوالي خيارة واحدة. وببدأ أحط عليهم 4 ورقات من النعناع متقطع، وببدأ أقلبهم كويس جدا. وبضيف عليهم معلقة من العسل عشان تحسن المذاق بتاع السلطة. وبضيف عليهم النعناع، وبجملها كمان بالفلفل الحار وشوية من زيت الزيتون. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم إن شاء الله.